اهلا بيكم في قناه ماجيك سكول. رجعت لكم النهارده بفيديو جديد. فيديو النهارده هنشرح خدعه مع بعض سهله جدا للمبتدئين في العاب الخفه بالكوتشينه. لو انت اول مره تتفرج عليا انزل دلوقتي حالا اعمل اشتراك في القناه وفعل زرار الجرس. كمان ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتكتب لي رايك في الكومنتات وتطلب مني خدعه انت عايز نشرحها في الفيديوهات اللي جايه. من غير كلام كتير خلونا نشوف خدعه النهارده بعدها نروح للشرح على طول مع بعض. طيب خدعة النهاردة بكل بساطة هي ان انا هخلي الشخص اللي انا هعمل معاه الخدعة يختار اي كارت بشكل عشوائي. فرضا انا همشي على الكروت وعايز اي حد يقول لي ستوب في اي مكان. فرضا هيقول لي ستوب هنا، هبدأ اخد الكروت واخليه يشوف الكارت اللي هو اختاره. انا في الحالة دي هوريكم الكارت على الكاميرا وانا مش هشوفه. انا عايزكم دلوقتي حالا تحفظوا الكارت اللي ظاهر قدامكم على الكاميرا ده كويس جدا، تمام؟ وبعد ما تحفظوه انا هاخده بالطريقة دي وهبدأ ان انا ادخله جوه علبة الكوتشينة زي ما انتوا شايفين كده. وهبدأ اقول لكم ان انا من قبل ما ابدأ اللعبة انا متوقع ان انتوا هتختاروا الكارت ده اللي انا معرفوش بالمناسبة خالص. والتوقع ده انا عامله جوه العلبة بطريقة معينة، ولكن انا مش عايزكم تشوفوها دلوقتي. ولكن انا عايز اسألكم سؤال، بنسبة كام في المية انا اقدر اتوقع الكارت اللي انتوا هتختاروه من قبل ما تختاروه؟ طبعا الاجابة هتكون نسبة ضئيلة جدا، لان انتوا اخترتوا الكارت بشكل عشوائي من نص الكوتشينة زي ما انتوا شايفين كده، وانا ما اتحكمتش في اي حاجة. ولكن المفاجأة هتكون ان انا لو طلعت الكارت ده هلاقي ان انتوا مثلا اخترتوا الخمسة الدايموند. طيب الكوتشينة دي انا حاطط جواها كارت من كوتشينة تانية اصلا خالص قبل بداية اللعبة. والمفاجأة الكبيرة ان احنا لو شفنا الكارت ده مع بعض هنلاقي ان هو الخمسة الدايموند. فانا كنت متوقع صح من قبل بداية اللعبة. طبعا خدعة قوية جدا 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 يا شباب، وبتسيب انطباع قوي عند اي حد انت هتعملها معاه. لو عجبتك الخدعة تابع معنا الشرح للنهاية. طيب يا شباب، شرح الخدعة دي في منتهى البساطة. انت قبل ما تبدأ اللعبة هتجيب اي كارت من اي كوتشينة قديمة عندك او اي كوتشينة تانية، ويستحسن ان يبقى شكلها مختلف عن الكوتشينة اللي انت هتعمل بيها الخدعة اصلا، لان ده هيدي انطباع كويس جدا عند الشخص. فتبدأ تحطها في العلبة زي ما انت شايف كده. فرضا انا اخترت الخمسة الدايموند، هحطها كده وهاخد العلبة دي اخليها كده على جنب قبل بداية اللعبة خالص. وبعد كده هناخد الكوتشينة اللي احنا هنعمل بيها الخدعة، تمام؟ ونبدأ نظبطها كده مع بعض، وهنخلي الخمسة الدايموند تبقى اول كارت فوق في الكوتشينة زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هبدأ اخلي الشخص يقول لي ستوب في اي مكان وانا بمشي على الكروت كده، تمام؟ فرضا هو هيقول لي ستوب هنا، كل اللي انا هعمله ان انا هدوس بالثلاث صوابع دول وهبدأ اسحب الكروت بسرعة جدا، وهبدأ اوري له الكارت على اساس ان هو ده الكارت اللي هو اختاره. فهيشوفه هيلاقيه الخمسة الدايموند، هتاخد منه الكارت من غير ما انت تشوفه، هتخليه يحفظه كويس جدا. تبدأ تحطه في العلبة بالطريقة دي من غير ما توري له العلبة، طبعا خليها ناحيتك بالطريقة دي زي ما انت شايف كده. وهتبدأ تقول له ان انا قريت افكارك من قبل بداية اللعبة، وكنت متوقع فعلا الكارت اللي انت هتختاره هيكون ايه. طبعا هو مش هيصدق الكلام ده وهيبدأ يستغرب جدا. هتقول له طيب خلينا نشوف مع بعض، وهتطلع الكارت اللي هو اختاره وهتوري له ان هو اختار الخمسة الدايموند. هتقول له ان انا كنت متوقع انك هتختار الخمسة الدايموند دي من قبل ما ابدا اعمل اللعبة من امبارح. وبعد كده هتبدا تطلع الكارت اللي انت حاطه في الكوتشينة وهتقول له ده كارت من كوتشينة تانية خالص. ولكن اكبر دليل على ان انا كنت متوقع الكارت اللي انت هتختاره هو ان انا لو قلبت الكارت دوت بالطريقة دي هيبقى الخمسة الدايموند اللي انت فعلا اخترتها. طبعا خدعة قراءة الافكار خدعة قوية جدا جدا جدا، وبتسيب انطباع قوي جدا عند اي شخص انت ممكن تعمل الخدعة دي معاه. لو عجبتك الخدعة انزل دلوقتي حالا اعمل لايك على الفيديو واعمل اشتراك وفعل زرار الجرس عشان يجيلك اشعار بكل الفيديوهات الجديدة اللي انا هنزلها اول باول. كمان متنساش تكتب لي كومنت برايك وتطلب مني خدعة انت عايز نشرحها في الفيديوهات اللي جاية. دي كانت خدعة النهاردة، وشكرا جدا على المشاهدة واشوفكم الفيديو الجاي.